السلام عليكم متابعي كيفاش بان تي في. وقبل الانتقال إلى المقطع خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل البداية كالعادة إليكم أبرز عناوين هذا الفيديو. بابي يقود الباريسي لأول انتصار في الليغ 1، وجيرونا يهزم إشبيليا ويلصقه في قاع الليغا، رقم تاريخي للنصيري في الليغا. وهل تكون مباراة نيوكاسل الأخيرة لصلاح مع الريدز ليفربول هذا الموسم؟ خرج باريس سان جيرمان من النفق المظلم بفوزه على لانس مساء اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي ب3-1، واستشعر حامل اللقب الخطر ودخل أجواء اللقاء بعد أكثر من نصف ساعة، وشكل خطورة كبيرة من المرتدات حيث أضاع مبابي فرصتين وفي توقيت مثالي للغاية. سجل أسينسيو الهدف الأول بعد تمريرة من زاير إمري ليتنفس إنريكي الصعداء قبل دخوله غرفة خلع الملابس. وتحرر الفريق الباريسي فنيا وذهنيا في الشوط الثاني وتحسن مستواه كثيرا، وترجم ذلك بهدف مبكر بتسديدة قوية من كيليان مبابي بعد عمل جماعي رائع. وانفتحت شهية نجوم باريس وكادوا أن يضاعفوا النتيجة بمحاولات أخرى محققة لمبابي وديمبلي وأسينسيو بخلاف تسديدة من فيتينيا فوق العارضة. وتواصل المد الهجومي للباريسي حتى مرر فابيان رويز كرة إلى مبابي يسددها الأخير ويهز الشباك بعد أن غيرت الكرة مسارها بجسد أحد المدافعين. واحتسب الحكم 5 دقائق وتبردين حيث تراخى خلالها الفريق الباريسي، وسدد إيلي واهي مهاجم لانس كرة أبعدها دون روما بصعوبة بالغة. وقبل صافرة النهاية اخترق المدافع جيرافوجي منطقة الجزاء وسدد كرة غيرت اتجاهها في سكرينيار قبل أن تدخل الشباك ليسجل هدفا شرفيا للضيوف. ومن جهة أخرى فاز فريق جيرونا على مضيفه إشبيليا اليوم السبت خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي حيث تقدم جيرونا بهدف سجله يانجل هيريرا في الدقيقة 17، وتعادل إشبيليا بهدف أحرزه نيمانيا غوديل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني تمكن فريق جيرونا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أليكس غارسيا في الدقيقة 56، وبذلك رفع جيرونا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إشبيليا بصفر نقطة في قاع ترتيب الليغا. بينما حقق الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيليا رقما فريدا في مسابقة الدوري الإسباني الليغا. وبدأ النصيري أساسيا خلال مواجهة جيرونا اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، واحتفى الحساب الرسمي لإشبيليا بالنصيري الذي خاض 200 مباراة في الليغا. وأوضح حساب إشبيليا أن النصيري بات رابع لاعب مغربي يصل إلى 200 مباراة في تاريخ الليغا. وفي جهة أخرى زادت مصادر سعودية من حالة الجدل والتكهنات المحيطة بمستقبل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، الذي ربطته عديد الأنباء مؤخرا بالانتقال إلى اتحاد جدة. وبعد ساعات قليلة من إعلان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تمسكه ببقاء النجم المصري، يتواصل مسلسل التأكيد والنفي في قصة مستقبل صلاح خلال الأيام الأخيرة، إذ يظهر مقربون من النادي السعودي ثقة في أن العميد بات قريبا من حسم الصفقة، بينما يشدد ليفربول على عكس ذلك. وقال الإعلامي محمد الخميس مقدم برنامج الديوانية: مصادر الديوانية تؤكد أن الدولي المصري محمد صلاح سيخوض آخر لقاء مع ليفربول غدا ضد نيوكاسل. وتابع: بعدها سيذهب إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الاتحاد. وكان كلوب قد شدد أمس على بقاء صلاح مع ليفربول بنسبة 100%. ونفى كلوب ما أثير حول اتفاق اللاعب مع الاتحاد، حيث قال إنه لو كان هناك شيء من هذا القبيل لعلمت به. وما بين ما تؤكده الديوانية ونفي كلوب، من المنتظر أن تحمل الساعات المقبلة الخبر اليقين بشأن مستقبل الدولي المصري. خير الكلام ما قل ودل. أشكركم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وإلى هنا أحبائي أترككم في أمان الله.